مساء المحبة والسلام. أنا عضوان الأحمري أحييكم في المدار. ليست غزة بمساحتها الجغرافية الصغيرة الوحيدة التي حصدت أكثر من 10,000 قتيل وملايين المهجرين، بل السودان كذلك الذي يندلع اقتتال بين أبنائه ويتنافس طرفا الصراع فيه على السلطة على مبدأ من يزيح الآخر. كان محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي قائدا حصل على ثقة الحكومة والجيش قبل أن يتمرد وينقلب في نظر البعض عليهما بعد طلب دمج قواته للانتقال لمرحلة مدنية. وكان الفريق عبد الفتاح البرهان أيضا قائدا عسكريا قبل أن يصبح رئيسا لمجلس السيادة وقائدا للجيش. رأسان في وطن، وكل رأس يريد أن يرأس هذا الوطن، حتى حانت مرحلة الاقتتال. طرف يتهم الآخر بأنه من الإخوان المسلمين، وطرف يقول أن الآخر يتحالف مع مرتزقة من روسيا ويعبث بمقدرات البلد. حاولت السعودية التهدئة والتوسط عبر جولتي مفاوضات، ولا نعرف إلى أين ستؤول الأمور في المستقبل. متى سينتهي الاقتتال؟ وماذا يريد حميدتي حتى تتوقف الحرب؟ هذا ما سنعرفه عبر مستشاره يوسف عزت، وفي المدار دوما نعرف التفاصيل. مرحبا بكم مجددا مشاهدي المدار. نرحب كذلك بضيفنا الأستاذ يوسف عزت، مستشار قائد قوات الدعم السريع. مرحبا سيد يوسف. أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا ببرنامج المدار. سيد يوسف، يعني رحلات كثيرة لكم ويعني جهود كبيرة في التنقل، ويعني الحمد لله بعد محاولات عديدة استطعنا الحصول على هذه المقابلة. أريد أن أسألك على ماذا يحدث الآن في دارفور. دعنا نبدأ من دارفور ومن ثم سننتقل إلى كل الأزمة التي حدثت منذ أبريل الماضي. هناك خطاب ظهر فيه قائد أو قائد عمليات دارفور، وهو نائب القائد الأعلى لقوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، وهناك من قال بأن هذا يعني تعرض يعني محمد حمدان دقلو حميدتي للإصابة، وهناك أيضا من قال بأنه هذا خطاب طبيعي لأن عبد الرحيم هو من يقود العمليات في دارفور. اشرح لنا ماذا يحدث في دارفور، ما هي دلالات ظهور عبد الرحيم دقلو في هذا الخطاب؟ طيب، شكرا. أولا ما يحدث في دارفور كما تعلمون أنه دارفور عانت لفترة طويلة جدا، وتحديدا بعد الحرب. يعني في الفترات السابقة كان الصراع موجود على أساس غبلي ممول أو مدعوم من استخبارات الجيش، من توزيع السلاح للمواطنين، من خلق الفتن بين المواطنين، من يعني صناعة الأزمات الغبلية بين مجتمعات دارفور. ظلت قوات الدعم السريع إلى فترة طويلة جدا تتحاشى الدخول في صراع مفتوح مع الفرق العسكرية في دارفور، طالما هي التزمت بعدم دعم المعركة في الخرطوم، لأن المعركة بدأ الفلول في الخرطوم وستنتهي في الخرطوم. لكن هنالك عمل منظم من استخبارات القوات المسلحة في خلق المشاكل، في محاولة تفكيك مجتمعات دارفور، وبالتالي كان لابد من حسم هذه المسألة. ولذلك كما شاهدتم جميعا أنه قوات الدعم السريع استطاعت بجسارة أن تهزم الفرقة 15، الفرقة 20، الفرقة 15، الفرقة بزالنجة، الفرقة بالجنينة، لأنه هذه المنطقة عانت لفترة طويلة جدا من انتهاكات الجيش، من خلق الصراعات الغبلية، من عدم استقرار المنطقة، من عدم السماح حتى بإلغاء المواطنين. ولذلك قاد الفريق عبد الرحيم دقلو وضباط صف وجنود الدعم السريع معارك متتالية حسمت 3 فرق،
وما زالت هنالك فرقتين متبقيات، الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، والفرقة العشرين بالضعين. هذه الفرق ما زال يتواجد فيها جيش الفلول، ولذلك هذه منطقة عمليات. الآن أصبحت دارفور تقريبا 3 ولايات، بما فيها ولاية شمال دارفور لم يعد غير الفرقة السادسة في الفاشر، كل الحاميات في يد الدعم السريع، كل الولايات الثانية في يد الدعم السريع. هذه منطقة عمليات مفتوحة، واستطاعت قوات الدعم السريع أن تحسم فيها كافة المعارك بانتصارات باهرة وظاهرة. أما إذا تحدثنا عن خطاب غايد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو، فهو خطاب طبيعي، لأنه هو موجود في دارفور في مسرح العمليات، وكان لابد أن يوجه خطاب من هذه المنطقة، لأن هنالك كثير من اللغط، هناك كثير من الخطاب المعلومات المضللة عما يجري في دارفور. ما يجري في دارفور بين الجيش والدعم السريع هي عمليات، معروف أنه القوتين في حرب من 15 أبريل، وبالتالي وظهوره من دارفور لا يعني أي علاقة بإصابة غاية قوات الدعم السريع، أو أن هنالك تحول في القيادة، أو هذه مسألة طبيعية جدا، لأنه هو قائد عمليات واسعة. دارفور معروفة منطقة واسعة جدا، 5 ولايات. قدم خطاب من هناك لتطمين أهل دارفور أولا، وتوجيه رسالة للشعب السوداني إنه القادم أفضل، إنه يعني سيد يوسف، سيطرة أو تحرير قوات الدعم السريع للفرق شيء طبيعي. نعم سيد يوسف، أنت تقول القادم يعني أفضل أو القادم أجمل، ولكن المشاهد التي نشرت من دارفور مروعة، الجثث بالمئات إذا لم تكن بالآلاف، يعني هناك قتل وهناك سحق لمن يواجه قوات الدعم السريع. أنت حينما تقول حسمنا، تقصد حسمنا أم حصدنا الأرواح لمن يعارضنا من قوات الجيش أو من القبائل أو إلى آخره؟ هناك من يصف ما حدث بدارفور بالمجزرة. ما رأيك في هذا الوصف، وما رأيك في ما يحدث؟ يعني هل يستحق الموضوع بين قوات الدعم السريع والجيش كل هذه الأرواح؟ أولا أنا أترحم على أرواح جميع المدنيين الذين سقطوا أو الذين قتلوا في حرب دارفور من 2003 وحتى الآن، وليس هذه المشاهد المروعة. نحن شاهدنا في تاريخ الحرب في دارفور مشاهد أكثر ترويعا من المشاهد التي تشاهدها. نحن أجيال نشأت في الحرب وشاهدنا الحرب ونعرف ما حدث في دارفور على مدى عقود، لكن الصور التي نشرت والتقارير التي تتحدث عن ما حدث في أردمتة هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق عن مدى ارتباط هذه الأحداث بالدعم السريع، لأن الدعم السريع يقاتل الجيش ولا يقاتل المدنيين ولا يقاتل المواطنين، ولا نعرف أن هنالك مواطنين أصلا هم في طرف الجيش قاتلوا مع الجيش حتى يتصدى لهم الدعم السريع. هذه الصور مؤسفة، أنا شاهدتها كما شاهدها الجميع. نجري تحقيقات واسعة وتحقيقات حقيقية حول ما جرى، وإذا كانت أي شخص ينتمي إلى الدعم السريع أو جزء من الدعم السريع متورط في هذه هكذا أحداث سيقبض وسيحاكم وبشكل علني. نحن ندين مواطني دارفور، هم أهلنا. مواطني دارفور مثلهم مثل جميع مواطني السودان الآخر. لا نقبل أبدا أي تجاوزات ضد المدنيين. هذه الصور مروعة فعلا كما ذكرت، ولكن الأمر يحتاج إلى تحقيق حول مسؤولية الدعم السريع عنها. الدعم السريع بحكم سيطرته على هذه المناطق مطالب، وسيجري تحقيقات وسيتعرف على هؤلاء الذين ارتكبوا مثل هذه الفظائع، سواء كانوا قبائل، سواء كان صراع بين هؤلاء أشخاص ينتمون إلى الجيش، أيا كان شكلهم سيتم التحقيق والتعامل معهم. جميل. سيد يوسف، يعني الحوار لدينا فرصة طويلة، ولدينا يعني أكثر من 40 دقيقة من الآن، ونحن نريد أن نفهم ما حدث، ولكن نريد أن نبدأ من موضوع دارفور. يعني منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع، هي من تقوم بالمواجهات. هناك صور مروعة حدثت. كيف تقومون بالتحقيق في منطقة أنتم تسيطرون عليها؟ لماذا لا يكون هناك طرف ثالث؟ لماذا يكون هناك الأمم المتحدة مثلا؟ حتى هناك يعني بعض عناصر المنظمات التابعة للأمم المتحدة من الذين قتلوا، ومن حتى الصور المروعة التي نشرت. لماذا لا تسمحون بطرف ثالث يدخل إلى هذه المناطق ويقوم بالتحقيق حتى يعلن الدعم السريع إما براءته أو مسؤوليته، بدلا من أن أحقق في منطقة وسيطر عليها في كل هذه الصور التي انتشرت؟ ما رأيك؟ أولا نحن لا نرفض مبدأ التحقيق، وممكن من أول أحداث حصلت في الجنينة أو في كتم وفي مناطق كثيرة وبما فيها أحداث حصلت في الخرطوم، نحن أكثر من نادى بالتحقيق المحايد، طرف ثالث، أمم متحدة، محكمة جنائية، أيا كان هذه
الجهات، لجنة قانونية سودانية من محامين، أيا كان شكل من أشكال التحقيق، نحن لا نرفض بل نرحب بذلك. نحن رحبنا باللجنة التي اقترحها المقترحة من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. رحبنا ببيان معلن، وبل طالبنا بذلك قبل اللجنة، طالبنا بالتحقيق قبل الإدانة. ما يحدث في دارفور أمر ليس جديد، ولكن الجديد أنه يحدث الآن لإخراج صورة أخرى يدفع ثمنها المواطنين مقابل القول أن الدعم السريع ارتكب انتهاكات. البحث عن انتصارات بإدانة الدعم السريع في المحافل الدولية، أو إدانة الدعم السريع من مواطني دارفور، أو من أهل دارفور، أو من أهل السودان، هذا كلف الشعب السوداني كثير جدا. أنت لا يمكن أن ترتكب مجازر مقابل فقط أن يقال أن الدعم السريع ارتكبها. نحن نفهم طبيعة المنطقة، نفهم طبيعة من يخططون لهذه الحرب منذ بدايتها، انه هنالك محاوله لادانه الدعم السريع، محاوله لتشويه صوره الدعم السريع. الدعم السريع ليسوا ملائكه، لا، انا لا اقول انه برئ الدعم السريع بشكل كامل عن اي انتهاكات حصلت، ولكن هذه انتهاكات لا تغرها القياده، لا تدعم السكوت او الافلات من العقاب. هذه مساله يتم فيها تحقيق. نحن الحين نقول اننا نحقق الان لحمايه المدنيين، لحمايه انه عدم ارتكاب المزيد من الانتهاكات، سواء كانت هذه انتهاكات ترتكبها قبائل او ترتكبها اطراف ثالثه من استخبارات جميل. الجيش او من العناصر الاسلاميين الفلول الموجودين في هذه الولايات. فدارفور ليست نظيفه بالكامل حتى الان. جميل. هذا هو مبدأنا يا اخي. جميل. يعني سيد يوسف، يعني الأسئلة كثيرة. بدأنا بدارفور، هي الأكثر سخونة في هذه الأيام. لماذا انتقلت المعارك إلى دارفور؟ يعني أنت تقول أن لا نريد فقط تعريض قوات الدعم السريع للاتهامات، يعني لا يوجد ممثل للجيش السوداني معنا في الحلقة، ولهذا دعني أكون محاميا لهم وأسألك نيابة عنهم. لماذا أيضا يتم اتهام الجيش بكل هذا؟ لماذا تحاولون أنتم أن تبرئون ساحتكم وتقولون أنهم هم من يقولون بهذا الشيء؟ يعني بكل شفافية أستاذ يوسف، هناك من يتحدث عن أن هذا أمر مؤسف، أن سوداني يقتل سوداني لأجل أنه يرفض أن يندمج في الجيش، وترفض قوات الدعم السريع الاندماج في الجيش. عدد القتلى حتى هذه اللحظة ينافسون عدد القتلى في غزة، يعني 10,400 قتيل في السودان، أكثر من 4 ملايين أو 5 ملايين نازح داخل البلاد وخارجها. هل تستحق المسألة كل هذا؟ اشرح لنا سيد يوسف. اولا لا، انت تعيد المساله الى ما قبل 15 ابريل، وكان سبب الحرب هو الاندماج. هذا حديث طبعا، يعني حديث. انا اؤكد لك، انا كنت في اللجنه الاشرافيه مع الامم المتحده والاتحاد الافريقي والايجاد والقوى المدنيه الموقعه على الاتفاق الاطاري، كنت ممثل لهذه القوات. هذا حديث محاوله لتصوير الصراع بين الدعم السريع والجيش بتبسيط مخل. اولا لا يوجد اي خلاف حول عمليه الدمج. هنالك ورقة موقعة قبل من مارس، موقعة بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع بحضور القوى المدنية حول فترات الدمج، حول طريقة الدمج. وهنالك ورشة عقدت ونوقشت فيها هذه المسائل. هذه قضية، هذا موضوع تبسيطي للصراع الذي يدور. الصراع بين عودة النظام القديم وبين من يدعم التحول المدني الديمقراطي. حين يتحدث الدعم السريع الآن عن الديمقراطية وعن التحول المدني كطرف أصيل، جميع الناس يستغربون ماذا. لكن الدعم السريع وقيادة الدعم السريع دعمت بشكل معلن خروج المؤسسة العسكرية بالكامل من السلطة وتسليم السلطة للمدنيين ودعم المسار المدني الديمقراطي. وهذا هو سبب الحرب، لأن عناصر النظام القديم تفتكر، أو النظام السابق بسيطرتهم على الجيش وبالقيادة الجيش المتحالفة معهم، يعتقدون إن السلطة يجب أن تستمر في الجيش، واستبدال بشير ببشير جديد وإبعاد القوى المدنية كما حدث في انقلاب 21. سيد يوسف، تسمح لي بقاطعك. سيد يوسف، والاستمرار. هذا هو الخلاف. الخلاف سياسي، الخلاف كبير. دعني يكمل. لا اشرح لك على موضوع الاخلال. سبب الحرب. انا ساشرح لك حول سبب الحرب، لانه هنالك زمن. ستكمل ولدينا اكثر من نصف ساعه من الان. في موضوع الدمج، انت تقول ان هذا يعني امر مخل. موضوع الدمج، هناك من يتحدث ان يعني محمد حمدان دقلو قال ان الدمج يتم خلال 10 سنوات ووافق على ذلك. في نفس الوقت قائد الجيش البرهان قال يجب ان يتم الدمج خلال 2 وهذا هو سبب الخلاف. اي ان الدمج أحد الأسباب الرئيسية، ولكن هي المدة الزمنية وفترة التحويل. ما صحة هذا الكلام سيد يوسف؟ وأكمل، يعني لديك الإجابة ولدينا وقت كثير. لا هذا نعم لا،
نعم، لا، هذا حديث غير صحيح. من يقولون ذلك ومن يحاولون تبرير حرب ضرب الدعم السريع يوم 15 أبريل، من يحاولون تبرير ذلك برفض الدمج واختلاف حول مدة زمنية. لا، الدعم السريع وغاية قوات الدعم السريع وغاية الجيش والقوى المدنية جميعهم اتفقوا على فترة 10 سنوات. هي ليست فترة الدمج، هي فترة الإصلاح والدمج والتحديث. هذه هي الفترة، هي كلها 10 سنوات. يعني إصلاح المؤسسة العسكرية بما فيها الجيش والدعم السريع، ثم دمج الدعم السريع والجيش وقوات الحركات الأخرى للوصول لجيش مهني واحد، ثم تحديث الجيش بتحديث عقيدته العسكرية، بإعادة تدريب القوات بكده. هذه الفترة تم الاتفاق عليها وتم التوقيع عليها بحضور القوى المدنية. يجب يعني المصداقية في هذه المسألة أمام الرأي العام وأمام الشعب السوداني مهمة، لأنه هذه مسألة تاريخ وليست مسألة مزايدات لغة الحرب أو غيرها. الشيء الثاني، إذا كان هنالك اختلاف في مدة زمنية، دعني أقول لك، إذا قال قائد الدعم السريع أن المدة الزمنية 10 سنوات وقائد الجيش قال سنتين، هل هذا يستدعي تحريك القوات والطائرات وضرب الدعم السريع لأنه فقط أن هنالك خلاف حول المدة الزمنية؟ هنالك لجنة مشكلة فيها 3 لواء من الدعم السريع و3 لواء من الجيش، اسمها اللجنة الفنية، مشكلة وفق الاتفاق الإطاري لدراسة عملية الدمج هذه اللجنة اجتمعت واختفى الشخص المشرف عليها من الجيش. ونحن حتى يوم 15 أبريل كانت اللجنة في حالة انعقاد. فهذه مسائل فنية يمكن أن تناقش، يمكن أن يتم التحاور حولها، لكن لا تستدعي تحريك طائرات ودبابات وميليشيات إسلامية وغيرها وضرب الدعم السريع في كافة مواقعه في السودان. هذا خلاف طبيعي بين قوتين حول الاندماج. يجب المناقشة المسألة بموضوعية. مناقشة الحرب ما ارتكب يوم 15 وغاد لكل هذه المجازر، يجب أن نكون موضوعيين، يجب أن نكون صادقين مع شعبنا، يجب أن نواجه الحقائق، لأن هذه حقائق فيها شهود، هذا تاريخ، هذه مسألة كلفت الشعب السوداني كثير جدا، يجب التعامل معها كحقائق، عدم تغبيش وعي الناس، عدم تزييف الحقائق لكسب رأي عام أو لكسب موقف سياسي. هذه مسألة سيتم التحقيق فيها. جميل. هي نفسها من اتخذ قرار الحرب، لأنه التحقيق لا يشمل فقط ما حدث في الحرب، من اتخذ قرار الحرب ومن قتل ومن بدأ الحرب في قلب الخرطوم وفي كل مدن السودان ليتحمل المسؤولية. لأن جميل. الحرب كلفت الشعب السوداني الكثير جدا وقتلت أرواح وشردت، فهذه مسألة يجب محاكمة من ارتكبوها. سيد يوسف، اسمحنا بفاصل قصير ثم نعود لاستكمال ما تبقى معك من محاور، ولدينا المتسع من الوقت لفهم ما يحدث أكثر. فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونعود معكم في المدار، انتظرونا. تتواصل الحرب السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع مخلفة آلاف القتلى والجرحى ونحو 5 ملايين نازح داخل البلاد وخارجها، وسط غياب حل يلوح في الأفق. اندلع القتال قبل أشهر في الخرطوم ومدن أخرى بين الطرفين، وحاولت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مواقع استراتيجية في قلب العاصمة. وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة، أعلنت أمريكا والسعودية بدء محادثات في مدينة جدة بين الطرفين بهدف التوصل لوقف فعلي للقتال، لكنها علقت بعد ذلك بسبب عدم التزام الجيش والدعم السريع بوقف إطلاق النار. على خلفية ذلك فرضت أمريكا عقوبات شملت شركات تابعة لطرفي الصراع، فضلاً عن حظر تأشيرات لشخصيات لم تسمها. بينما دان مجلس الأمن الهجمات ضد المدنيين وموظفي الأمم المتحدة. وفي خطوة مفاجئة غادر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الخرطوم متوجها إلى بورت سودان التي أصبحت بمثابة عاصمة إدارية مؤقتة يدير شؤون البلاد منها، بينما عاد القتال إلى إقليم دارفور الهش أمنياً. ومع استمرار القتال، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو 5,300,000 شخص فروا من الحرب في السودان. عاد طرفا الصراع إلى مفاوضات جدة مرة أخرى، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى حل لإنهاء الأزمة وسط معاناة السودانيين من ويلات الحرب. مرحبا بكم مجددا مشاهدي المدار، ورحب كذلك مجددا بضيفنا السيد يوسف عزت مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان. مرحبا سيد يوسف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اخوي.
سيد يوسف، يعني نحن نريد أن نفهم بموضوعية كما شرحت لك، وجهة نظر موجودة ووجهة نظر غائبة. وجهة نظر الجيش وقيادة الجيش ليست موجودة، ولهذا نحن نسأل نيابة عن الشعب السوداني ونسأل نيابة عن من يريد أن يفهم، وأنت من حقك طبعا أن تجيب وأن تتهم، وفي الأمر يعود إليهم أيضا هم للرد. حينما تتحدث عن أن الموضوع ليس الدمج، وأن الموضوع فيه تزييف وفيه تسطيح وفيه إخلال بالقضية، حينما نقول أن الموضوع فقط هو الدمج، هناك من يتحدث أن لا يمكن في أي بلد في العالم أن يكون هناك رأسان أو رأسين للسلطة. هناك قائد الجيش وهناك قائد قوات الدعم السريع، هناك جيش وهناك جيش، هناك يعني حميدتي يذهب أو محمد حمدان دقلو يذهب إلى زيارة رؤساء الدول، وفي نفس الوقت البرهان يذهب إلى زيارة رؤساء الدول، وكأن هناك رأسان للسودان أو رأسين داخل الخرطوم. ألا ترى أن الموضوع صراع على السلطة سيد عزت؟ يعني المسألة واضحة للكل، هذا لديه جيش وهذا لديه جيش، هذا لديه قوات وهذا لديه قوات، لا يمكن التخلي ولا يمكن القبول بالدمج. يعني الحرب قادمة، والكل كان ينتظر اشتعال المسألة في السودان، لأنه كان يشاهد يعني تصاعد لدور محمد حمدان حميدتي بشكل قوي وقواته والتدريب الذي يحصلون عليه. ما رأيك؟ أولا يجب التفريق بين حميدتي البرهان كرئيس مجلس السيادة ومحمد حمدان دقلو كنائب لرئيس مجلس السيادة، وهذه مسألة مفصولة من البرهان كقائد للقوات المسلحة ومحمد حمدان دقلو كقائد للدعم السريع. أولا هذه المسألة تنظم بقانون. بالنسبة لمجلس السيادة هذه سلطة سيادية بعد الانقلاب اتخذت شكل رئيس ونائب، لكن هي عمليا هي سلطة ثورة ديسمبر، وهذا الشكل أفرزته الثورة التي أسقطت النظام البشير، شراكة عسكرية، ثم حصل الانقلاب على الجانب المدني. أما الجيش الدعم السريع ليس جيش موازي للقوات المسلحة. الدعم السريع وفق القانون هو قوة ضمن منظومة المؤسسة العسكرية، وضمن يعني يخضع للقيادة العسكرية للقوات المسلحة السودانية، وبالتالي لا يوجد رأسين يعني في المؤسسة العسكرية. يوجد اتفاق إطاري بإعادة في القانون ينص على أن الدعم السريع والجيش هم تحت القائد الأعلى، والقائد الأعلى هو رئيس الجمهورية أو من يمثل رأس الدولة. هذه هي مسألة معروفة ومفهومة وينظمها قانون، وليست مسألة مزاجية. يعني لا يستطيع البرهان أن يلغي القانون ولا حتى تغيير شولة في القانون. هذه مسألة يعني القانون يجيز ببرلمان ويعدل ببرلمان، ولذلك كل ما تراه أن البرهان أنا يصدر قرارات أنه حل الدعم السريع أو ألغى قانون الدعم السريع، هذه مسألة إعلامية لأنه لا يسندها أي منطق قانوني ولا تستند على أي قانون. أما الزيارات أو وجود زيارات متتالية، محمد حمدان دقلو أو الفريق الأول محمد حمدان دقلو هو نائب رئيس مجلس السيادة. هنالك مسألة أصلا تم إقرارها وقع عليها البرهان ووقع عليها محمد حمدان دقلو بخروج المؤسسة العسكرية كلها من السلطة، وهذا أمر معلن. إذن كانت المسألة هي في دعم الاتفاق الإطاري، في محاولة احتواء المواقف داخل السودان. خروج المؤسسة كان سيجنبنا كل هذه الحرب، كل هذا الدمار، انتقال السلطة للمدنيين. محمد حمدان دقلو لا يستطيع زيارة أي دولة إلا بموافقة مجلس السيادة، هذه مسألة معروفة. كل الزيارات التي تتم بصفته نائب لرئيس مجلس السيادة، وبالتالي يأخذ فيها حتى رأي البرهان. لا يوجد ذلك الصراع. أما إذا محمد حمدان دقلو تزايد نفوذه أو أصبح رجل رغم في الدولة السودانية، فهو سوداني ومن حقه، إذا لديه طموح في السلطة يريد أن يحكم عبر الطرق الديمقراطية ويخلع البدلة ويحكم، ما العيب في ذلك؟ السلطة ليست محددة لشخص محدد أو لجهة محددة من حق محمد حمدان دقلو أن يقدم نفسه للشعب السوداني إذا أراد وفق عملية انتخابية أن يحكم السودان. لا يوجد أي شيء خطأ في هذا الأمر. من حق البرهان نفسه في ذلك الوقت أن يخلع البدلة العسكرية ويترشح للانتخابات إذا يرى في نفسه شخص كفو. فلا يوجد أمر غريب في أنه شخص ما لديه تطلع في السلطة وبالتالي يتم ضربه، يتم قتله، يتم تدمير قواته. هذه المسألة محتاجة تحليل ومحتاجة تقييم آخر. من حق محمد حمدان دقلو يعني أن يطمح في السلطة، ومن حقه أن يقدم نفسه للشعب السوداني أنه كفو وأنه يستطيع قيادة البلد. جميل. إذا أراد. يعني أنا أقول سيد يوسف، يعني الآن أنت تبسط المسألة، وكان الموضوع أنه إذا كان يريد أن يصبح رئيسا للسودان من حقه، وهذا أمر طبيعي.
أن يخلع البدلة العسكرية. ما يحدث اليوم سيد يوسف، أكثر من 5 ملايين سوداني مهجر، 10,000 شخص يعني يقتلون. ما هي الأهمية لقوات الدعم السريع أن لا تتخلى عن كل هذا النفوذ وتسلم المقرات؟ هناك مقر للجيش ومقر لقوات الدعم السريع، هناك يعني دعنا نقول جيشين داخل البلد، وأنت تقول لا، أنه هذا هناك ترتيب قائد الجيش وقائد قوات الدعم السريع وهو رئيس مجلس السيادة وهذا نائب الرئيس. إذا كان نائب الرئيس لماذا ينقلب على الرئيس؟ لماذا ينقلب على كل هذا؟ هناك من يتحدث أيضا، إذا اسمح لي أن أقول كل هذا النقاط ومن ثم تجيب عليها. هناك من يتحدث أن قوات الدعم السريع والفريق محمد حمدان حميدتي أو محمد حمدان دقلو حميدتي لن يتنازلون بسهولة على مناجم الذهب ولا على الاستثمارات التي يقومون بإدارتها ولا على المعادن الثمينة في السودان، وأن كل ما يحدث سيكون إلى آخر مقاتل من قوات الدعم السريع، وحتى لو أبيدت السودان بأكملها لا تنازل إلا بسحق الجيش. جيش وطني سوداني يقاتل قوات وأنت تسميها أنه من حقه أن يقدم نفسه كرئيس. ما يحدث مجزرة سيد يوسف، ألا تتفق أم لا؟ لا أنا أفكك لك. دعني أولا، أنت سألت السؤال السابق عن فترة ما قبل 15 أبريل، أي ما قبل الحرب، وأنا تحدثت لك عن في تلك اللحظة في قبل الحرب كان برهان رئيس مجلس السيادة والقائد محمد حمدان دقلو هو نائب رئيس مجلس. تلك مرحلة انتهت. أولا لكي نكون واضحين، من الذي بدأ الحرب؟ أنت تحاول أن تقول انغلب. محمد حمدان لم ينغلب على السلطة ولا على البرهان ولا على أي شيء. كل الذي فعله قائد قوات الدعم السريع وقوات الدعم السريع هي دعمها المعلن والواضح لخروج المؤسسة العسكرية من السلطة وتسليم السلطة للمدنيين وفق ما اتفق عليه قائد الجيش وقائد الدعم السريع والقوى المدنية، وتم توقيعه بشكل معلن أمام الشعب السوداني وأمام القوى الدولية. هذا التزام، مهما كان راي الإسلاميين في هذا الالتزام أو راي البرهان نفسه أنه يستخدم هذا كتكتيك، كل ذلك أصبح واضحا أن قوات الدعم السريع ملتزمة بما وقعت عليه وقائدها ملتزم بما وقع. هذا هو سبب الحرب. لا يوجد أما موضوع أنه انغلب أو خاض الحرب. أنت لا يمكن أن تحمل شخص ضرب أو قوات ضربت غدرا نتيجة ما حصل في الحرب. يجب أن تحمل الطرف الذي بادر بالحرب وبشكل معلن وضرب، وهذه مسألة لم تعد فيها خلاف، من بدأ الحرب ومن قاد الحرب ومن ضرب هذه مسألة أصبحت معروفة أمام الرأي العام. أيضا هنالك يمكن التحقق منها. يمكنك أن تدفع مبلغ للستلايت، أيا كان ستلايت موجودة هذه الخدمة، أن تدفع له ليحدد لك يوم 15 أبريل الساعة كذا من ضرب المدينة الرياضية. هذه مسألة لم تعد مسألة مغالطات. أما ما كلفته الحرب للشعب السوداني كبير، في البنية التحتية، في ضرب المؤسسات، في استخدام الطيران، في استخدام مقدرات الشعب السوداني كلها لدى الجيش لعودة النظام السابق، وهذا لن يحدث. الدعم السريع لا يقاتل من أجل مناجم ذهب، لا يقاتل من أجل موارد ولا أي شيء. الدعم السريع ضرب واستخدم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه، في الدفاع عن قضايا الشعب السوداني المتمثلة في الظلم التاريخي، المتمثلة في ثورة ديسمبر اللي أسقطت النظام السابق، وهي التي أدخلت الدعم السريع وقائد الدعم السريع في العملية السياسية بعد 2019. بالتالي هذا الالتزام، وهذا الالتزام حد الموت سيدافع عنه الدعم السريع، ويدافع بالعودة إلى المسار الديمقراطي وإلى تحقيق الدولة العادلة، دولة الحقوق، الدولة التي يتساوى فيها الجميع. هذه مسألة لا مغير. أما مسألة ربط المسألة بالذهب ومناجم، أولا الدعم السريع ليس لديه ولا منجم واحد، هنالك وزارة معادن فلتخرج يمكنك الاتصال بها لتقول لك إذا كان الدعم السريع لديه منجم واحد في السودان أو يستثمر أصلا في الذهب. هذه كلها محاولة لوضع الدعم السريع كأنه يقاتل من أجل جرامات من الذهب أو أطنان من الذهب. هذه عملية ليست صحيحة، هذه دعاية مغرضة جدا، هذا توصيف خاطئ للصراع في السودان. الصراع في السودان حول دولة عدالة، دولة ديمقراطية، دولة حقوق، وبمن يريدون إعادتنا لدولة نحن جربناها خلال 30 عاما، دولة السرقة والجريمة والتجارة باسم الدين ونهب موارد السودان والفساد وقتل الناس خارج القانون وإنشاء الكتائب. أنت ترى الآن كتيبة البراء، ابن مالك، ترى ميليشيات الحركة الإسلامية كلها تقاتل إلى جانب الجيش، ولكنك لا تقول ذلك. لا تقول هل هؤلاء جيش سوداني؟
هل ما نراه هذا هو الجيش السوداني الوطني الذي أنت تعتبره جيش وطني، أم هذا جيش هذه ميليشيا؟ يعني سيد يوسف، أنت تقول جيش وطني، شرفاء غير شرفاء، وتقوم بتوزيع اتهامات كبيرة. هناك من يقول أنكم أيضا أنتم لستم يعني قوات وطنية، واستعنتم بالروس، واستعنتم بالأوكرانيين، واستعنتم بقوات فاغنر في وقت سابق. كيف ترد على هذا الكلام؟ طيب دعني أوضح نقطة. أنا يعني أيضا لتكون المسألة واضحة، أنا أتحدث عن لما أتحدث لك عن الإسلام أتحدث عن تجربة 30 عاما. نحن خارجين يعني هذه المسألة كلها مربوطة بثورة ديسمبر. هي أسقطت نظام الإسلاميين ونظام الإخوان المسلمين في السودان ونظام الحركة الإسلامية المتطرف الذي حكم السودان لمدة 30 سنة، وسيطر على الجيش وسيطر على كافة المؤسسات الأمنية في السودان وعلى الخدمة المدنية. هذا هو الصراع، وبالتالي عرقلوا مسار الثورة، وهذا غاد للحرب الراهنة. دعني أقول لك شيء. أولا، الدعم السريع لم يتعاقد مع فاغنر في تاريخ السودان. الدعم السريع جزء من المؤسسة العسكرية. أما موضوع فاغنر فتعاقد مع البشير، وزيارة معروفة لروسيا، وتعاقد بشكل علني للتدريب القوات النظامية. تدريب القوات العسكرية هي تدريب الجيش نفسه، والدعم السريع جزء من المؤسسة العسكرية وخضع للتدريب ضمن المؤسسة. وهذه مسألة معلنة وليست سرية، ليس التعاقد بين الدعم السريع وفاغنر أو أي جهة دولية. ليس من حق الدعم السريع أصلا للتعاقد مع أي جهة خارجية، بل قيادة الجيش وقيادة القوات المسلحة التي جزء منها هي الدعم السريع هي التي تتعاقد. الدولة هي التي تتعاقد، ولا يمكن للدعم السريع أن يتعاقد مع أي طرف خارجي. الدعم السريع كل التدريب بتاع للدعم السريع يتم بواسطة القوات المسلحة حتى يوم 15 أبريل، ومسؤول دائرة التدريب في الدعم السريع هو اللواء في الجيش السوداني. فأنت تتعامل مع الدعم السريع كأنه مؤسسة منفصلة من الجيش. هذه كلها حقائق يعني يبدو أنها غير واضحة للناس. الناس سيد يوسف، إلى الدعم السريع كأنه قوة منفصلة من الجيش، كأنه قوة غير. هذا أمر غير صحيح. جميل. يعني أريد أن أسألك على موضوع الإسلاميين، ولكن أنت تقول أنه ليس منفصل عن الجيش. إذا كان ليس منفصل عن الجيش، لماذا كل هذا الغضب؟ ولماذا لم يقول لا يحتاج قرار دمج، نحن مندمجون معكم ونزيل كل المقرات وندمجها بمقرات الجيش وننطلق إلى مرحلة أخرى؟ أريد أنك تجيب على هذه النقطة، ولكن مع سؤال آخر. حينما تتحدث عن الإسلاميين والإسلام السياسي ومجموعة من الإخوان المسلمين، وتصريح لك أيضا تقول أن الإسلاميين أشعلوا الحرب ظنا منهم أنهم سيهزمون الدعم السريع خلال ساعات، كيف رضيتم أن تعملوا مع الإخوان المسلمين ومع الإسلاميين طول هذه الفترة وخدعتم الشعب السوداني؟ إذا كان هؤلاء إسلاميين ومن يعني فلول البشير كما تقول، فما هي الصفقة التي جعلتكم تعملون مع بعض ومن ثم انقلبتم عليهم؟ أو دعنا نقول لم تنقلبوا عليهم، غضبتم منهم أو هم انقلبوا عليكم. لا هي حتى هذه المسألة يبدو أنه إلمامك بالملف السوداني أو بتاريخ الصراع في السودان، يعني أنت تنظر للمسألة بتوصيفات غير صحيحة. نتعلم منك سيد يوسف، أنت هنا اللي توضح لنا. نغلب على الإسلاميين تم إسقاطهم. لا معلش أنا أوضح لك المسألة للمشاهدين يعني أكثر. أنت تطرح أسئلة وأنا أجاوب. أولا، الدعم السريع لم ينغلب على الإسلاميين ولا على النظام الإسلاميين، بل بالعكس، ثورة شعبية مواكب معروفة على مدى شهور هي التي أسقطت نظام البشير ونظام الإسلاميين. يعني الدعم السريع ينحاز لهذه الثورة، والجيش نفسه ينحاز لهذه الثورة، وليس الجيش أو الدعم السريع من قاموا بالانقلاب على البشير. لا، هذه ثورة معروفة مشهودة، العالم كله شاهد عليها. شباب ملايين من الشعب السوداني خرجوا في الشوارع يتظاهرون إلى أن سقط النظام. هذا هو إسقاط الإسلاميين. بالتالي الدعم السريع ليس هو من أسقط الإسلاميين، ولكن الشعب السوداني هو من أسقط نظام الإرهاب الإسلامي في السودان. هذه مسألة. المسألة الثانية والمهمة جدا في سؤالك، إنه الدعم السريع يعني انحيازه للثورة غاد لمشاركة قائد الدعم السريع في المجلس العسكري الأول وفي مجلس السيادة بعد التفاوض مع المدنيين. وبالتالي هذه السلطة، كون مجلس السيادة نفسه لم يكن موجود في زمن البشير، بل هو سلطة الثورة، وما ارتضاه المدنيين والعسكريين في التفاوض وفق الوثيقة الدستورية لإنشاء مجلس سيادة مشترك مع سلطة كاملة لرئيس الوزراء. انغلب عليها البرهان وقائد الجيش والمكون العسكري في أكتوبر 21.
من تلك اللحظة بدأت الحرب، لأنه من وقفوا مع الانقلاب، من دعموا البرهان في الانقلاب، من خانوا الشعب السوداني هم الإسلاميين الذين يريدون استخدام الجيش السوداني مرة أخرى للعودة إلى الحكم. هذا هو الصراع يا أخي، والصراع تطور إلى أن تفجر في هذه بشكل حرب. نحن بذلنا ما يمكن بذله لخروج المؤسسة العسكرية كلها من السلطة، وإنهاء مسألة الشراكة أو وجود العسكريين في مجلس السيادة، تسليم السلطة كاملة للمدنيين والذهاب إلى الانتخابات. هذا وقع بشهادة جميع المجتمع الدولي أمام كل الشعب السوداني. اعتذر قائد قوات الدعم السريع عن مشاركته في انقلاب 21 في 2021 بشكل علني للشعب السوداني، وأعلن أنه خروجه من السلطة بشكل كامل وتسليمها للمدنيين والعمل على بناء الجيش الواحد المهني القومي. أنت تتناول الموضوع ببساطة أنه نحن الآن نندمج. أين هو الجيش الذي يمكن الدمج فيه؟ هل يمكن أنت ترى أن هنالك جيش وطني، جيش مؤسسة عسكرية حقيقية يمكن الدمج فيها؟ هذه مثلا نحن تجاوزناها. نحن نتحدث الآن عن ضرورة بناء وتأسيس جيش قومي سوداني مهني واحد يجمع كل الأطراف العسكرية، الدعم السريع وما تبقى من الجيش وحركات الكفاح المسلح وكل من يحمل السلاح في جيش واحد مهني قومي غير مؤدلج، لا يخضع لأي تنظيم، يعكس التنوع السوداني، يحمي السودانيين ولا يقتل السودانيين. الدعم السريع ليس بديلا للجيش. المؤسسة العسكرية أو القوات المسلحة بشكلها الراهن ليست قوات وطنية، وبالتالي هنالك ضرورة لبناء جيش واحد وليس إخلاء مغرات أو تسليمها. لا يوجد ما يمكن تسليمه مغرات. كل مغرات الجيش، دعك من مغرات الدعم السريع، كل مغرات الجيش السابقة الآن هي بيد الدعم السريع. الفرق في الولايات بيد الدعم السريع. أين هو الجيش؟ لا يوجد جيش. فهنالك ضرورة، هنالك الشرفاء من الجيش ما زالوا موجودين، هنالك الضباط، سيد يوسف سيد يوسف ما زالوا موجودين. يعني أنا لا أفهم سيد يوسف، يعني يجب أن يبنى جيش واحد. يعني في وجهة نظرك نعم. نحن لا نعرف في الشأن السوداني ونبسط المسائل، وأنت يعني تسمي من يعني لا يقفون ضدكم والشرفاء، والغير شرفاء هم الذين يقاتلونكم. الجيش الوطني ليس جيش وطني لأنه يمثل الكل، ولكن هذا الموضوع يكون جيش وطني برؤية قائد قوات الدعم السريع وقوات الدعم السريع. يعني أريدك أن تقنع المشاهد ولا تقنعني أنا سيد يوسف. هل تعتقد أنه كان من السهل على قائد قوات الدعم السريع أن يتنازل عن كل هذه السلطة وهذا الطموح السياسي ويدمج قواته ويخرج من المشهد؟ ماذا لو خسر في الانتخابات مثلا ودخل انتخابات؟ هل سيستسلم أم سيقاتل ويحرك قواته؟ يعني الموجود الآن انتقال من مدينة إلى أخرى، ومن قتل إلى آخر، ومن مشهد دموي إلى آخر، أمام ماذا؟ يعني حتى في مفاوضات جدة الأولى ومفاوضات جدة الثانية لم يكن هناك تمكن من إيقاف الحرب لفترة طويلة، ولا حتى يعني تنفيذ البنود المتفق عليها، وكان هناك عدم قبول في حضور المفاوضات أو لا حتى في اللحظات الأخيرة. ما هو الهدف النهائي؟ القضاء على الجيش أم القضاء على السودانيين أم التوصل إلى حكم يفصله قائد قوات الدعم السريع؟ هل تشاورتم مع أطراف مدنية؟ يعني أنت تقول نحن لا نفهم في الشأن السوداني ونحاول أن نبسط الموضوع. أنتم حينما تتحركون على الأرض وتتحرك قوات الدعم السريع على الأرض وتقوم بكل هذا التنقل وتسيطر على مقرات الجيش كما تقول، هل عقدتم اجتماعات مع أي مكون مدني أيدكم أم أيدوا الجيش؟ هل تحدثتم مع أطراف مدنية قالت نعم وأصدرت بيانات وأيدتكم، أم هي ضد التحرك في قوات الدعم السريع؟ اشرح لنا حتى ولو لم نكن نفهم ما يحدث، نريد منك فهم أكثر سيد يوسف. لا أخي، أولا يجب أن لا تفهمني غلط. أنا لا أقول أنت لا تفهم، لا، مع عذر لم أقول ذلك، وأنا أحترم أسئلتك جدا وأحترمك جدا وأحترم برنامجك جدا. لا، أنا لا أقصد ذلك. أنا أقول إن أنت تتناول المسألة يعني فقط إنه كأنه الدعم السريع هو من بدأ الحرب. حتى في سؤالك السابق أنت تقول إنه هل يستطيع محمد حمدان القائد محمد حمدان انه التنازل عن هذا وتسليم السلطه هذا موقف اثبته القائد محمد حمدان، اثبته علنا ووقع علنا واعتذر علنا وامام الراي العام المحلي والدولي قال انه لا يريد المشاركه في اي سلطه سياسيه. وهذا الموضوع يمكنك العودة إلى يوم 5 ديسمبر بالقصر الجمهوري تم التوقيع أمام كافة القوى الدولية والمحلية وأمام القوى المدنية نفسها التي تتحدث عنها، وبحضور البرهان هو نفسه وقع. وهذه مسألة تم الاتفاق حولها وحسمت، لكن تفجرت الحرب. أن يضرب الدعم السريع،
في كل السودان، في كل مغراته في السودان، أن نهاجم في بيوتنا، أن نهاجم في مغراتنا، ولا يرد الدعم السريع، ويلام على أنه رد على قوات هاجمته، رد على ميليشيات إسلامية هاجمت كافة مغرات الدعم السريع، وأنه هزمها وسيطر على مواقع لم تستطع استردادها حتى اليوم. أن يكون هذا جريمة؟ أنا أعتقد هذا ليس جريمة، هذا حق مشروع في الدفاع عن النفس، هذا حق مشروع في أن نواجه جيش أنت تصفه بالوطني لكنه ليس وطني في نظرنا. هذا الجيش جيش مسيطر عليه من الحركة الإسلامية، هذا الجيش جيش لا يعكس التنوع السوداني، هذا الجيش فيه فساد كبير جدا وخديعة للشعب السوداني أن هنالك قوات، هذا الجيش ظل يقتل الشعب السوداني منذ تأسيسه حتى اليوم، لم يقاتل في أي معركة خارجية. هذا ليس الجيش الوطني السوداني. نحن الجيش الوطني الذي نريده ليس الدعم السريع، وليس الجيش بمؤسسات بشكله الراهن، وليس حركات الكفاح المسلح. لابد أن نتفق على جيش وطني حقيقي مهني قومي غير مسيس، جيش يحمي الشعب السوداني ولا يقتل، جيش يحمي الدولة، يحمي حدود الدولة، جيش يستطيع الدفاع عن الدولة. هذا الجيش بشكله الراهن يصف الدعم السريع بأنه ميليشيا. هذا الجيش إذا دخلت أقرب دولة من دول الجوار في معركة معه تستطيع هزيمته، لأنه جيش فاسد، لأنه هؤلاء الرتب الكبيرة هؤلاء رتب فاسدة. أنا لا أقول كلهم، هنالك ضباط شرفاء. حين أقول ضباط شرفاء ليس الذين يقاتلون، هم يقاتلوننا. نعم الآن هنالك ضباط شرفاء يقاتلون إلى جانب الجيش. نحن نريد هؤلاء غير المؤدلجين غير الفاسدين أن يأتوا مع الدعم السريع مع كل القوى الحاملة للسلاح لتأسيس جيش وطني حقيقي، جيش نفتخر بأنه جيشنا ويمثلنا ويمثل كافة التعدد السوداني، لا يقتل، جيش لا يرتكب انتهاكات في جبال النوبة، في دارفور، في النيل الأزرق، جيش قاد إلى فصل الجنوب ارتكب فظائع. هذا هو الجيش، جيش ينشي قوات مساندة بما فيها الدعم السريع. لماذا ينشي قوات مساندة؟ لماذا الجيش الآن يستخدم كتائب إسلامية ويفتح معسكرات تجنيد لشباب للدفاع عنه؟ إذا كان الجيش لا يستطيع سيد يوسف السودان يجب أن نبني جيش وطني. هذا كل الأمر، يجب أن نبني جيش وطني. جميل. يعني نعم. أولا يعني نعم. من هو نعم. من يقوم نعم. بالرد على هذا الموضوع، يعني مفتوحة المساحة في المدار متى ما أراد الجيش السوداني أو مجلس السيادة يعني ترشيح أي شخص للرد على كل هذا الكلام. أنت تقول لماذا أسسوا ولماذا أسسوا؟ هناك من يقول أساسا قوات الدعم السريع، وأساسا حينما أسست يعني قبل سنوات كان الهدف منها هو القضاء على بعض التمرد والقضاء على يعني عرقيات معينة في مناطق معينة، من ثم أصبحت هذه القوات كما هي. لماذا لا تقدمون مقترح؟ إذا كنتم ترفضون الهدنة وترفضون المساعدات الإنسانية وإدخالها، لماذا لا يقدم قوات الدعم السريع أو قائد قوات الدعم السريع مقترح أممي، دعنا نقول الأمم المتحدة أو حتى للسعودية بما أن هي ترعى المفاوضات في جدة 1 وجدة 2 وقد يكون هناك جدة 3، لماذا لا تقدمون مقترح برؤيتكم للحل، وأنكم أنتم تدعون لوقف إطلاق النار ومقابل هذا الأمر، وإذا رفض الجيش يتم تحميل الجيش اللائمة؟ يعني كررت أنت قبل قليل أن الجيش السوداني يجب أن يقاتل في الخارج ولا يستطيع الدفاع عن حدود وطنه، أن هناك شرفاء. يعني كل هذه الاتهامات سيد يوسف يعني تنم على أنكم غاضبون على ما يحدث، وتتحدثون بكل هذا التعميم على جميع أفراد الجيش، وأن البديل للجيش هو قوات الدعم السريع، هي من تستطيع حماية الوطن وهي من تستطيع حماية الحدود. اشرح لنا سيد يوسف ما رأيك؟ لا معلش، أنا لم أقول ذلك، ربما أنت لم تركز في إجابتي. أنا قلت أن الدعم السريع ليس بديل للجيش، وأيضا قائد قوات الدعم السريع أعلن أنه لا يقاتل القوات المسلحة السودانية. القوات المسلحة السودانية مؤسسة عريقة، لا أحد يرفع السلاح لمواجهة مؤسسة هو جزء منها أصلا. إذا من تقاتلون؟ إذا لا تقاتلون المؤسسة العسكرية سيد يوسف من تواجهون في الشارع؟ من تواجهون في الشارع؟ إذن معلش دعني أكمل الفكرة. الدعم السريع أعلن دائما أن هنالك اختطاف لقرار الجيش، أن هنالك عصابة منظمة داخل الجيش تخضع لتوجيهات الحركة الإسلامية ومكتب العمل الخاص، هي التي تقود الحرب وهي التي أشعلت الحرب لصالح الإسلاميين وليس لصالح الجيش. الجيش نفسه والشعب السوداني وكل الناس أقحموا في هذه الحرب برغبات وشهوات نظام أفراد أو تنظيم فقد السلطة ويريد العودة عليها على أفواه البنادق والدبابات يعني، وفشل. هذا هو توصيفنا للحرب وسيظل هذا هو التوصيف. أما مسألة عرض يعني أنت يجب أن تتابع جدة من مايو حتى الآن ما زال وفد الدعم السريع موجود في جدة، والدعم السريع وقع على البروتوكول الإنساني، وقع على شروط
الحل الشامل، وقع على كل شيء وما زال ملتزم، وحتى هذه اللحظة الدعم السريع ملتزم بما وقع عليه، ووفد الدعم السريع الآن يوجد في جدة. فيجب أن يكون مفهوما أن الدعم السريع هو القوة التي طرحت رؤية للحل الشامل، رؤية كاملة للحل الشامل منشورة وموجودة ومقدمة للمجتمع الدولي وللشعب السوداني حول حل الأزمة ووقف الحروب بشكل كامل في السودان، حول بناء جيش وطني واحد. كل هذه منصوص عليها ومنشورة وليست سرا وليست تقدم سرا للوساطة. نحن ملتزمين بما وقعنا عليه في جدة، ولكن أنت ترى أن البرهان بعد توقيع وقف إطلاق النار في جدة، مش وقف إطلاق النار، بعد توقيع البروتوكول الإنساني وتوقيع شروط تهيئة بناء الصيغة، وذهب إلى جدة ويتحدث كأنه يرفع شكوى، يعني كأنه يتحدث عن قوة إرهابية، يتحدث عن مرتزقة، يتحدث عن آخرين غير ليسوا سودانيين. هذا الخطاب هو يشكل جوهر الأزمة في حل في هذه المسألة. يجب أن يقبل قائد الجيش، يجب أن يقبل طالما هذا الوفد الذي وقع في جدة يمثله، يجب أن يقبل ويلتزم بما تم التوقيع عليه. ولا يمكن أن تكون قائد الجيش ولديك وفد في جدة ووقع مع الدعم السريع ثم تذهب أنت تتحدث بلغة تتناقض مع ما وقعت عليه. وجزء من التوقيع هو القبض على الإسلاميين الفارين من السجون، جزء منه جزء من تهيئة المناخ وبناء الصيغة، إنه وقف الخطاب الإعلامي السابق. نحن التزمنا بذلك. أصلا نحن لا نتحدث بلغة هجومية أو لغة تشبه لغة الشوارع كما يستخدموها هم. نحن نتحدث بموضوعية، نتحدث بمخاطبة شعبنا، بصدق تام مع شعبنا. لا يهمنا هذا النوع من الخطاب المهاتر، لكن يجب الالتزام بما تم التوقيع عليه لنذهب إلى الخطوة الأخرى. هذه قضايا كبيرة، هذه ليست قضايا تفاوض بين أشخاص أو قضايا تخضع للمزاج، هذه قضايا تهم الشعب السوداني ويجب أن يتم التفاوض فيها بجدية. يجب أن يكون التزامات، لأن الشعب السوداني هو الذي يدفع الثمن، هو الذي يدفع ثمن الحرب. أما من يريد أن يحافظ على سلطة أو يقدم نفسه كرئيس بأشكال بروتوكولية أو غيره، هذه مسألة انتهى عهدها. الآن السودان في حالة بتاع الدمار شامل، الآن شعبنا يعاني في دول الجوار. نحن نريد حلول حقيقية توقف نزيف الدم، حلول حقيقية تعيد السودان إلى طريقة السلام، إلى طريقة العدالة، إلى طريقة التحول الديمقراطي، إلى شعبنا أن يستفيد في هذه الدنيا من موارده بدل استهلاكها في الحرب. جميل. سيد يوسف، نعم تفضل. يعني نعم. حتى في جدة أنت قلت أنني لم أتابع جدة 2، يعني في جدة كان هناك البروتوكول الإنساني، ومن ثم كان هناك توقيع أو الاتفاق على مساعدات إنسانية وبروتوكول إنساني. هل يعقل أن كلمة البرهان هي من استفزتكم ولم تدعكم توقفون إطلاق النار بسبب خطابه مثلا؟ لماذا لم تجعلوا اللوم يقع على البرهان وتقوموا بالموافقة على قبول وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية؟ الأمر الآخر، ماذا تريد أن تقول في هذه الدقيقتين المتبقيتين أيضا مع هذا الجواب للمشاهدين في السودان والعالم العربي، لأننا وصلنا إلى آخر الدقائق؟ تفضل. طيب، أولا الدعم السريع لم يرفض وقف إطلاق النار، لأنه حتى الآن هي خطوات، بدأت الخطوات بالبروتوكول الإنساني وتم التوقيع عليه لإيصال الإغاثة إلى الشعب السوداني. بدأ تم التوقيع على بناء الصيغة وتهيئة المناخ للحوار، ثم الناس ما زال المنبر مستمر. لم يعرض وقف إطلاق نار، رفضه الدعم السريع ولم تستفزنا كلمة البرهان، ولكن نحن نتحدث عن التزامات متبادلة. من وقع على شيء عليه الالتزام به، والدعم السريع يلتزم بما وقع عليه، وقيادة الدعم السريع ملتزمة تماما بالعملية التفاوضية بالوصول لوقف إطلاق نار وبعملية سلام شامل. هذه مسألة معلنة. أنا أقول لك عبر برنامجك المدار، أولا شكرا جزيلا لأنك استضفتنا في هذا البرنامج، وللمشاهدين وللشعب السوداني والشعب العربي والأفريقي وكافة من يتابع برنامجك. نحن مع خيار السلام الشامل الذي يعيد البلاد إلى السلام، يعيد شعبنا من المنافي، يعيد شعبنا من المعسكرات إلى غراهم التي هجروا منها، إعادة بناء الدولة على أسس جديدة شاملة تحقق السلام لكل شعوب السودان، المساواة لكل شعوب السودان. نحن ملتزمين برؤية مطروحة وسنظل ملتزمين بها. نحن لسنا دعاة حرب ولسنا مع استمرار الحرب، ونعتذر لشعبنا عن أن هؤلاء الفلول الذين أشعلوا الحرب ما زالوا يحلمون بأنهم يمكن أن يعودوا بتدمير الجسور، يمكن أن يعودوا بضرب المؤسسات المدنية، يمكن أن يعودوا بحرق تدمير المصفاة البترول. ولن يحدث ذلك، ولن يحدث ذلك، وسيعود شعبنا
في ظل دولة تحقق العدالة الشاملة. هذا ما أستطيع قوله. سيد يوسف عزت، مستشار قائد قوات الدعم السريع، كنت معنا، شكرا لك. وأيضا نوجه الدعوة للجيش السوداني والمجلس السيادة لإيفاد من يريد الرد على كل هذه التفاصيل. كنت معنا في المدار، شكرا لك. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، إلى مدار جديد الأسبوع المقبل، ألقاكم.